آل سعود تغتال الملك سلمان، ونجله محمد يعطي أوامره بتنفيذ اعتقالات ريدز كارلتون قبل قليل. وسط صمت الرسمي في أبو ظبي، هل يؤكد غياب محمد بن زايد عن قمة جدة الصراع الإماراتي السعودي؟ أموال ومخدرات وأشياء أخرى، ماذا يعني حضور بشار الأسد القمة العربية؟ رؤية شعبية للإصلاح في السعودية تتحدى استبداد بن سلمان. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة، ولكن قبل المتابعة نرجو منكم الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. يبدو أن عائلة آل سعود التي ينتمي إليها العائل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لما أخذت قرارها بتصفية الملك باعتباره المسؤول عن حالة الفوضى التي تعيشها العائلة الحاكمة، حين أطلق يد نجله ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان للتحكم في شؤون العائلة واعتقال وإخفاء من يعتقد أنهم ينافسونه على عرش المملكة العربية، فيما أن مصادر من داخل العائلة أكدت أن قرارا توافقيا جرى في أوساط آل سعود يتمثل تحديدا في إقصاء الملك بأي طريقة كانت، حتى لو وصل الأمر إلى حد اغتياله، لا سيما وأن العائلة عبرت مؤخرا عن مخاوفها الشديدة جدا من أن أمر إسقاطها قد بات قاب قوسين أو أدنى من التحقيق بسبب سلوكيات الأمير بن سلمان نجل الملك سلمان التي طالت حقوق الشعب وحرياته وحتى لقمة عيشه، وهو الأمر الذي أثر بشكل ملحوظ على ثقة الشعب السعودي في آل سعود كعائلة حاكمة في المملكة منذ عقود. العائلة التي أخذت هذا القرار في سرية تامة يبدو أنها لم تكن تعلم نتيجة انكشاف أمرها، إذ أنه وبعد أن تمكن بن سلمان من معرفة ما تنويه العائلة ضد والده، أخذ قرارا استباقيا سريعا يقضي تحديدا باعتقال معظم أمراء آل سعود في ريتز كارلتون كما جرى في عام 2017، وهي خطوة قال ابن سلمان وفق مصادر مقربة منه أنها تأتي لقطع الطريق على آل سعود في تصفية والده وإقصائه عن حكم المملكة العربية السعودية، بينما ذات المصادر كشفت عن أن من يقف خلف هذا المخطط هو ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، الذي قام بن سلمان بالإفراج عنه قبل نحو عام بعد وساطات عدة، إذ كان يتهمه بن سلمان بمحاولة تنفيذ عملية انقلاب ضده لإسقاطه من منصب ولاية العهد وعدم تمكينه من تولي عرش المملكة العربية السعودية. مصادر من داخل العائلة من جانبها وبعد انكشاف أمر المخطط أنكرت اتهامات بن سلمان وقالت إنها غير حقيقية، وأنه قام بتلفيقها للأمراء من أجل أن يخلو له المشهد ويكون بمقدوره أن يصعد للعرش وسط ترجيحات بأن هذا الأمر يجري التوافق بشكل تام مع والده الملك سلمان، الذي جاء من جانبه معنا تماما بتهيئة الظروف لنجله محمد لاعتلاء العرش في هذه المرحلة، خشية من أن تستفرد به آل سعود لاحقا وتمنعه من ذلك. بدأت اليوم الجمعة في مدينة جدة السعودية أعمال القمة العربية 32 بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية وسط توقعات بإصدار إعلان جدة الذي يتضمن مواقف موحدة حول القضايا الإقليمية والدولية. ورغم ما شهدته هذه القمة من تطورات غير مسبوقة، أبرزها عودة سوريا إلى المشاركة في أنشطة الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2011، حيث حضر الرئيس بشار الأسد لأول مرة منذ 13 عاما، إلا أن هذه القمة شهدت غياب قادة بارزين، خاصة أنهم من حلفاء المملكة وأهمهم حاكم الإمارات محمد بن زايد، الذي أثار تغيبه تساؤلات كثيرة حول الأسباب وراءها، وما إذا كان الخلاف بينه والسعودية قد بلغ مرحلة لا عودة. أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة سيترأس وفد الدولة إلى أعمال القمة العربية العادية في دورتها 32 في المملكة. ورغم أن غياب رأس الدولة في الإمارات عن القمة ليس هو الوحيد من نوعه في ظل غياب زعماء وقادة عرب آخرين مثل سلطان عمان وملك المغرب والرئيس الجزائري، إلا أن ضعف الوفد الإماراتي الذي توجه إلى جدة وقد اقتصر على كل من علي حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ووزيري الاقتصاد والتعليم ووزيري دولة، هو الذي زاد من الشكوك حول تصاعد الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.
وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس في أكثر لحظات انتصاره علنا على الساحة العربية منذ اندلاع الصراع في عام 2011. فيما قوبلت الزيارة وعودة الأسد ومشاركته في القمة العربية بتمحيص وتشكك الولايات المتحدة بشأن ما يمكن أن تقدمه دمشق. وقال موقع المينيتور في تقرير إنه من المتوقع أن يخطف بشار الأسد الأضواء في القمة التي تعقد رغم معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول العربية لحضوره. ويقول الخبراء إن الدافع لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو مسألة تتعلق بالأمن القومي لبعض الدول الأعضاء، وتتداخل مع قضية اللاجئين وتهريب مخدرات الكبتاغون. ومن بين هؤلاء الأردن التي يسكنها 1.3 مليون سوري، والتي تواجه أيضا التأثير المباشر للسوق السوداء التي تقدر بمليارات الدولارات لمخدر الكبتاغون، وهو مخدر شديد الإدمان ينتقل عبر الأردن من الحدود السورية اللبنانية للوصول إلى دول الخليج العربي بما في ذلك السعودية والإمارات. تتحدى رؤية شعبية للإصلاح في السعودية أطلقها معارضون سعوديون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب السعودي نهج الاستبداد الذي يكرسه ولي العهد محمد بن سلمان. وأطلق نشطاء ومثقفون سعوديون بارزون الرؤية الشعبية في الوقت الذي يسرع محمد بن سلمان حملته القمعية داخل السعودية وخارجها. وفي أول خريطة طريق من نوعها حدد النشطاء 13 مبدأ لتشكل تلك المبادئ الأسس التي تمكن السعودية من تعزيز سيادة القانون والسماح للناس بالتعبير عن آرائهم السياسية. وتشمل مطالبهم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإنهاء التمييز الديني وضمان الحق في المشاركة السياسية عن طريق وجود تمثيل نيابي في برلمان منتخب، مع الانتخاب المباشر لرأس السلطة التنفيذية أو عبر ممثلات وممثلين ينتخبهم الشعب بكل حرية. وقد عاش الشعب السعودي لفترة طويلة جدا في ظل حكومة ملكية غاشمة غير منتخبة وزعت موارد البلد توزيعا غير منصف وعطلت البدائل الديمقراطية لإرساء حكم مستبد. وفي الوقت نفسه ساعدت الحكومات الأجنبية إلى جانب المصالح التجارية العالمية على ترسيخ هذا النظام السعودي القمعي ببيعها كميات ضخمة من الأسلحة لحكام البلد والتعامل تجاريا معهم وتقديم الدعم الدولي لهم. وتمثلت النتيجة في نظام قمعي مرعب، حكومة غير منتخبة تنتهك أبسط حقوق الإنسان للشعب السعودي، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين جمعيات وحرية المعتقد وسجن المنتقدين السلميين، وكذلك تعذيب الناشطات في مجال حقوق المرأة وإعدام مئات المعتقلين سنويا دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية، وهدر أموال طائلة على مشاريع البنية التحتية العبثية مثل نيوم، إلى جانب الانخراط في حرب وحشية في اليمن حيث تشن هجمات عشوائية ومتعمدة على المدنيين ويفرض حصار غير قانوني على البلد ودعم المستبدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.